السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة بس كده يا جماعة، عندنا الارتفاع بتاع الحيطة 293 سنتي، ارتفاع بديل الخشب 280 سنتي، في معانا 13 سنتي تحت. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل حتة معجونة بلاستيك تكون من نفس اللون بتاع بديل الخشب، وبعد كده بنسيبها تنشف زي كده، وبعدين بنجيب السيلر او الورنيش زي ما هنشوف دلوقتي. ادي السيلر اهوت، ممكن ورنيش دوكو مفيش مشكلة. وبنيجي على الفاصل اللي هي زي كده، وبنديلها بترجع تاني تختفي خالص زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة تظبط بس لون المعجونة في الاول، وبعد ما تنشف تمشي عليها بالصلة او بورنيش دوكو زي ما احنا شايفين كده، بتختفي خالص بنسبة 95%. طبعا انا عندي هنا الوصلة عشان مدفونة كان فيها عالي وواطي، يعني زي كده. هنا الوصلة عندنا مدفونة كان فيها عالي وواطي، فهو بيعمل معانا مشاكل في الحتة بتاعت الوصلة ديت، ولكن لو الحيطة كلها عدلة هتلاقيها مظبوطة معاك كده اهوت. اختفت، ما عادتش واضحة زي الأول. نجيب الجدار كده بقى من بعيد، هتلاقيها ولا كأن في أي حاجة. حابين بس نشارك معاكم المجموعة ديت عشان المعلومة ديت، عشان خاطر في صناعية زمايلنا ممكن يقابلهم المشكلة ديت ويبقى مش عارف يحلها ازاي. تمام كده، من بعيد اهوت مش باين أي حاجة خالص، لأن ارتفاع الجدار 293 سنتي. تمام كده، حاجة بس كده على السريع حبينا نشاركها وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا منظر الجدار اهوت بعد ما خلص، طبعا الشكل بتاعه تحفة. درجة فاتحة وجميلة، معاها لون بيز، لسه هيتعمل هنا خلفية شاشة شكلها جميل جدا. طبعا بنفتح للكهرباء، تمام، لسه هتركب. بيقولوا كده من بعيد كده، المنظر من بعيد اهوت. برضه في معلومة بسيطة كده، لما جينا نقفل هنا جنب الزاوية الخشب شلنا حوالي 3 سنتي، الحتة اللي هي بتكون زي ديت كده قصيناها من الجنب، بحيث يبقى الحرف بتاعنا هو يلاقي على الخشب زي ما حضراتكم شايفين كده، يبقى شكله أحسن وأشيك من إن احنا نسيب الحتة في الجنب. ازاي؟ هوريها لكم حالا. ده العود اهوت مش مقصوص منه أي حاجة، ماشي. بيكون عندنا الحتة ديت المفروض إن هي هتركب هنا كده، تمام، بالمنظر ده كده. فاحنا شلناها من هنا علشان خاطر تبقى ديت عدلة زي ما حضراتكم شايفينها كده. طيب هيجي واحد يقول لي يا عم ابراهيم، طب انت ليه كان ممكن نخلي ديت نقلبها كده؟ ممكن نقلب ديت كده ويبقى الحرف اللي هو هنا ده هو اللي يركب هنا بالمنظر ده. هقول لحضرتك، ما انت هتيجي في الحرف هناك في النهاية هتلاقي برضه النهاية بتاعتك هتبقى هي ديت، بس ديت لما تقصها هنا احسن ما تقص ديت في الحرف هناك. لما نيجي هنا في الحرف هتلاقي هنا الحرف كويس وشكله نظيف، تمام. لكن القصة بتاعتك لما تكون متدارية جنب الزاوية الخشب هنا يكون احسن، وهي وجهات نظر يعني، مش باينة خالص هنا اهيت، لان سمك الخشبة كمان بيداريها. لو ما فيش خشبة خلاص، ولكن اما يكون المهم انت تشغل دماغك مع الجنب قبل ما تبتدي فيه وقبل ما تشتغل فيه، علشان خاطر في الاخر يطلع
النهاية بتاعته شكلها جميل زي ما حضراتكم شايفين، ويطلع الفينش بتاعه حلو. حاجات بسيطة خالص تفرق معاك كتير جدا وانت بتركب بديل الخشب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.